بص كده حواليك، كام واحد في دايرتك لو وقعت هيقف جنبك فعلا؟ مش وقت الضحك والخروجات، لأ، وقت الجد، وقت الخسارة، وقت لما تبقى واقع ومحتاج حد يسند معاك. السؤال الحقيقي مش كام واحد بيحبك، السؤال كام واحد مستعد يقف جنبك بجد. انت دلوقتي غالبا محاط بناس كتير، ضحك، هزار، شغل، قعدة قهوة، كلام حلو، بس أول ما ساعة الجد تيجي كلهم بيختفوا. ليه؟ لأنك بالنسبة لهم اختيار مش التزام. انت شخص لطيف، متاح، سهل، وده بيخليك دايما آخر واحد يفتكروه. ولما الدنيا تضيق انت مش هتبقى محور اللعبة، انت مجرد لاعب احتياطي. والكارثة لو فضلت كده حياتك كلها هتفضل قائمة على الصدفة. النهاردة حد يساعدك، بكرة محدش يسأل فيك. هتفضل طول عمرك بتجري ورا الناس، تستنى رد، تستنى اهتمام، تستنى معروف، ومفيش حاجة بتيجي في وقتها، لأنك ببساطة مش باني شبكة علاقات بجد. بس في قانون قذر شوية، فعال بشكل مرعب، اسمه تبادل المنافع المظلم. القانون اللي بيخلي الناس مش بس تحبك، لأ، تدين ليك بالولاء. وده اللي خلى شخصيات زي العراب مش محتاجة تطلب حاجة مرتين. في الفيديو ده هفكك لك الاستراتيجية دي حتة حتة، ولو فهمتها صح عمرك ما هتبقى لوحدك تاني. ولو لسه مش مشترك، اشترك دلوقتي، لأن المحتوى ده مش للكل، ده للي عايز يبقى تقيل بجد. ناس كتير فاكرة إن الولاء بيجي بإنك تكون طيب وتساعد أكتر عشان تلاقيهم سند ليك وقت الشدة. ده أكبر وهم ممكن تعيشه. الحقيقة القاسية إن أغلب الناس مش بتقدر الطيبة دي، لأ، دي بتستهلكها. وممكن تكون الشخص اللي الكل بيجري عليه وقت المصلحة، لكن أول ما تقع بتكتشف إن دايرة علاقاتك كلها مجرد متفرجين، مش جيش بيحارب علشانك. ولو كملت كده هتصحى تلاقي نفسك لوحدك في نص الطريق، وهتخسر طاقتك وتتحول لمجرد سلم الناس بتدوس عليه. ولما الأزمات هتيجي وهتكتشف إن استثماراتك العاطفية بقت ديون محدش هيسددها، وهتفضل تدفع ضريبة سذاجتك. الناس بتدور على المكسب السهل، ولما بتقدم خدماتك ببلاش بتتحول لمصدر مجاني. المشكلة الحقيقية إنك بتربط مساعدتك ليهم بمكانتك عندهم. هم بيستغلوا ده أبشع استغلال، بيحطوك في خانة الاستهلاك، وبتبقى الشخص اللي جاهز يضحي من غير مقابل، فبيتعاملوا معاك كحق مكتسب. ده لأنك بنيت علاقاتك على الود مش على الولاء. الود شعور مؤقت، لكن الولاء دين نفسي بيخلي الناس تحبك، لكن الولاء بيخليهم يخافوا يخسروك. وده سر اللي عندهم نفوذ حقيقي، وعندهم شبكة بشرية مستعدة تتحرك علشانهم، لأنهم فاهمين قانون تبادل المنافع المظلم. القانون بيقول إن الإنسان لما ياخد منك شيء مؤثر وقت احتياج بيتكون جواه إحساس بالدين. كل ما زرعت الدين ده صح، الشخص بقى مربوط بيك نفسياً أكتر. المشكلة إن أغلب الناس بتساعد بشكل عشوائي، بيساعد لأنه محرج أو عايز يتحب فبيدي بدون مقابل. ولما تساعد شخص لمجرد إنك جدع، هو بياخد المساعدة كحق مكتسب، لأن رسالتك الضمنية إنك متاح ومحتاج رضاه طول الوقت. والمفارقة إن الناس بتتعلق بالشخص اللي مساعدته نادرة ومحسوبة، اللي بيرد مرة ويتأخر مرة وبيتدخل في اللحظة الحاسمة بس. القيمة بتتحدد في توقيت العطاء مش حجمه. الغلطة في الطريقة اللي بتسوق بيها لنفسك، بتعمل الخدمة وكأنها واجب وبتعتذر. ولما بتقلل من مجهودك عشان تبان متواضع، في علم النفس المظلم ده تدمير للقيمة الذاتية، وبتقلل من قيمة خدمتك، فاللي قدامك ما بيقدرهاش. انت اللي اديتهم التصريح ينفضوا لك وقت اللزوم. ندخل على السيناريوهات ونشوف في الشغل. مديرك أو زميلك بيرمي لك ملف تقيل قبل الانصراف ويقول لك محدش هيعرف يلمها غيرك، وبيغسل دماغك بكلمتين، فتقعد تخلص الشغل وتاني يوم تسلمه وانت مبتسم وفاكر انك بقيت الدراع اليمين. أما وقت التقييم زميلك بياخد الكريدت أو مديرك بينسى تعبك، ولما تطلب أجازة تترفض ويتقالك الشغل محتاجك. اتعصرت واترميت لأنك قدمت خدماتك كفرض عين مش كارت قوة، وما مسكتش عليهم ورقة ضغط. كان المفروض تبص لمديرك ببرود وتقول له الشغلانة دي هتاخد مجهود استثنائي، هعملها عشان أنقذ الموقف، بس محتاج موافقة على أجازتي أو صلاحيات أكتر. لازم تربط الخدمة بتمن فوري أو وعد صريح، وما تسيبش الموضوع عايم، وبنبرة قاطعة تعرفهم إنك مش سلم. في العلاقات
صديقك بيستخدم الابتزاز العاطفي المبطن وبيكلمك وهو منهار ويسحبك لدوامة مشاكله، وانت بتتقمص دور المنقذ، فتسلفه أو تسمعه وتديله من طاقتك وتعتبر ده استثمار هيتردلك. وبيكسر حدودك بالضعف الوهمي وياخد اللي عايزه وينسحب. ولما انت تقع بيستخدم الانشغال الاستراتيجي، ما بيقولكش لا صريحة، بس بيسوف وبيتعذر بظروف وهمية لحد ما تزهق وتشيل شيلتك لوحدك. التلاعب بيحصل لأنك بتدي أمان مجاني لناس ما اختبرتش ولائهم ليك. مفيش حاجة اسمها ماليش غيرك، دي شفرة معناها انت أسهل واحد استغله. كان المفروض تعزله عاطفيا وتقدم مساعدة محسوبة وتتفرج هيقف على رجله ولا هيطمع. دور المنقذ دايما بينتهي بإنه بيكون الضحية اللي بتتساب تنزف لوحدها. أما في العيلة، الابتزاز بياخد شكل متغلف بالأصول وصلة الرحم. قرايبك بيكلموك وقت المصالح، بيكسروا مقاومتك بكارت العيلة، ولو رفضت بتبقى المذنب فبتوافق عشان تتجنب الصداع ده. الابتزاز الاجتماعي هدفه إنك تبقى دايما متاح، وبيشفط طاقتك ببطء، وبيحسسوك إنك مديون ليهم لأنكم من دم واحد، وبياخدوا نجاحك حق مكتسب. ولما تطلب دعم بتلاقي تهرب شيك. مجرد ما الناس تتعود على عطائك بيتحول لالتزام. لازم تعلمهم إن حدودك غير قابلة للكسر. لازم تضرب قواعد اللعبة في مقتل. طبق سياسة الجفاف التدريجي، وقلل تواجدك، وحط تسعيرة لخدماتك، واخلق مسافة نفسية تخليهم يقدروا وجودك. غياب الحدود بيخلق استحقاق، والاستحقاق بيقتل الاحترام. اللعبة إنك تبقى مهم مش محبوب. دلوقتي وقت الأسلحة المضادة. السلاح الأول هو التضخيم الاستراتيجي للخدمة والمساعدة المشروطة. لما توافق تعمل خدمة اوعى تقلل من قيمتها، حسسه بحجم مجهودك والصعوبات اللي هتتخطاها عشان خاطره. الغرض هو برمجة عقله الباطن إن الفاتورة تقيلة، وإن اللي بتعمله استثناء مش قاعدة. واربط الدعم بتوقع مستقبلي كتذكير إن العلاقة تبادل. ولما يشكرك اوعى تقول العفو، قل له ببرود أنا عملت كده عشان عارف إنك كنت هتعمل نفس الحاجة علشاني. الجملة دي بتختم عقد غير مكتوب وبتأكد له إن الخدمة ليها رد. السلاح التاني التأخير المحسوب والندرة المتعمدة. المتاح دايما رخيص، اطلب وقت للتفكير. التأخير بيعلي قيمة موافقتك وبيفهمه إن وقتك مش ملكه. السلاح التالت والضربة القاضية تكنيك تسييل الديون. لما حد يتهرب من سداد دين عاطفي واجهه ببرود بدون انفعال. العتاب للضعفاء. اطلب خدمة واضحة، ولما يتهرب بصله وقول له أنا افتكرت وقفتي معاك في موضوع كذا كانت كفاية تخليك تتصرف وتردها، بس واضح إني قدرت الموقف غلط. وممكن تلعبها استباقي وتقول له أنا عارف إنك ما بتنساش اللي وقف جنبك. بتضغط على صورته الذاتية فيثبت إنه وفي، وده أقوى تأثير نفسي. الخلاصة، في عالم القوة مفيش مكان للطيبين السذج. العلاقات اللي مش مبنية على تبادل المنافع علاقات سامة بتستنزفك. استراتيجية العراب معناها إنك واعي وعارف تحمي مواردك. افرض قوانينك وما تقبلش بفتات التقدير. القوة الحقيقية إن الناس تعمل لك حساب. الناس ما بتردش الجميل لأنها طيبة، بترده لأنها مش عايزة تحس بالدين. لو الكلام ده خبط جواك وفتح عينك على واقع كنت بتهرب منه، يبقى أنت جاهز تكون من عيلة أبيض وأسود. انزل دلوقتي اعمل لايك وشير للفيديو مع شخص واحد بس عارف إنه بيستغل ومحتاج يفوق، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر موقف حسيت فيه إن الناس بتستغلك، وإزاي هترد عليهم بعد ما عرفت قوانين اللعبة. أشوفكم في ساحة معركة جديدة وعقلية أصلب من اللي فاتت. سلام.